عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا بقالي كام مره كده ما عملتش فيديوهات، وقلت النهارده بقى ايه اعمل لكم حاجه انا بحبها قوي. ممكن يكون اغلبيه الناس كمان بتحبها، يعني لان هي عامل اساسي معانا في الشتاء، اللي هو ايه؟ العدس. تعالوا بقى نشوف انا بعمله ازاي واوريكم تركه. هنا بقى الحاجات اللي هحتاجها في العدس ده. تمام، معايا نص كيلو عدس، لسه ما غسلتوش بس هغسله كويس قوي. تمام، ومعايا هنا بصلتين كبار، بصلايه بحطها في الشوربه، والجزر وفلفل. تمام، ومعايا شعريه. تعالوا بقى نشوف هنحضر ونعمل ايه. هنا بقى غسلنا العدس كويس قوي وحطيت عليه الميه. تمام، وهولع عليه النور. هنحطه كده على النار. تمام، هنا بقى قربي شويه. هنا بقى معايا بصلايه اقطعها ايه 4 كده. بجد لو جربتوا العدس بالطريقه اللي انا بعملها دي، صدقوني مش هتبطلوا تعملوه. نقطع فلفل كمان. بصي، كل حاجه تحبي ان انت تحطيها تدي طعم للعدس حطيها، وعادي يعني لو اقطعه بحتت كبيره كده، علشان كده كده انا هفرمه بالهاند بلندر او في الخلاط او اي حاجه يعني انت هتعمليها فيها. واقطع برده الايه بزراير. هنا بقى قطعنا الخضار بتاعنا، الجزر والفلفل والبصل، وهنحطهم ايه على الشوربه برده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى هنزل بالخضار ده كله في الايه في الشوربه. انا ما حطيتش اي حاجه في الشوربه غير العدس والخضار، بس انا مش بحط بطاطس ولا بحط اي حاجه، بحط البصل والجزر وفلفل حامي او رومي او اي حاجه، بس بيديله نكهه حلوه كده. ومعانا هنا بس مش بحط اكتر من كده، يديله نكهه حلوه كده. هنا بقى احط بقى التوابل، فلفل اسود، حب كاري. تمام، بس مش كتير عشان ما يبقاش لونه اصفر قوي. تمام، بهارات اللي هو 7 بهارات، وحبه كمون. وهنا بقى احط بصل باودر. البصل باودر والثوم باودر هما مش ضارين قوي، بس هما بيدوا نكهه لطيفه يعني. وثوم باودر. تركاتي بقى اختياري، يعني حابه تحطيها مش حابه براحتك، بس بجد بتديله نكهه لطيفه، مع ان انا مش من محبين القرفه، بس بجد بتديله نكهه تحفه في الاكل. دي بقى البصلايه التانية اللي انا قلت لكم عليها، بقطعها بقى ايه كرنشات صغننه كده. هنا بقى قطعنا البصل وهقول لكم هعمل بيه ايه. تمام، طبعا العدس مش تفاصيله كتير، بالعكس ده سهل جدا ومن اسهل الاكلات ومن الشرب اللي بتتعمل، وبرده اللي بيتقدم جنبه مش بيتقدم جنبه حاجات كتير. احنا يعني كمصريين مش بنقدم جنبه حاجات غير مثلا لو حابه بصل، طبعا البصل الاخضر ده اساسي ان هو يبقى جنبه. عيش محمص، ممكن بقى تعملي تركاية بقى اللي هو بتنجان مخلل وليمون سوري وطماطم مخلله والكلام ده، يعني ايه انت اللي بتزودي يعني بتفنيشاتك انت بقى والكلام ده. تمام، فانا بقى قلت ايه ان احنا مادام قاعدين مستنيينه يستوي على النار، قلت احكي لكم قصه سريعه كده، ناخد منها عبره حلوه برضو، واتمنى ان هي تعجبكم. بيقول بقى ايه، بيقول صاحب القصة ان كان ابي شيخا كبير، يعني كان كبير في السن وما بينجبش، وقعد فترة ما بينجبش، فلما انجبه على يعني انجب ايه الولد ده على كبر. تمام، فبيقولك ان كان ابوه دايما وبيفكر في مستقبله بسبب ان هو كان كبير في السن هو ومامته. تمام، فكان بيقول دايما ان مين هيتولى رعاية ابني ومين هيخلي باله منه ومين 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 بعد ما انا يتوفاه الله يعني. ففي يوم من الايام كانت ايه المنازل زمان من طين. تمام، فكان لما بيجي امطار او كده كانت بتاثر على البيوت دي، وممكن في بيوت بتقع وممكن بيوت بتتبهدل وكده. في يوم من الايام المطر زادت، ولقوا ان ابوه كان نايم يعني على الكنبه وكده، فهو لقى حد بيخبط عليه، فقام يفتح. والد الشخص اللي بيحكي قام يفتح ايه الباب،
فلقى ان في شخص بيخبط عليه بيقول له ان انا بيتي اتهد من الامطار ومش عارفه ايه وكده، وان انا ايه عايز المساعده. فهو قال له ان خلاص هساعدك ومش عارفه ايه. جاب له كيس كان حاطه تحت المخده، تمام، كان فيه فلوس شايله الابن. فقسم ايه الفلوس دي، قسمها لنصين، نص اداهوله والنص التاني شال. فجاره طمع وبص للفلوس فقال لك ايه، بدل ما اخد نص واحد اخد النصين. فكر في كده، ما فكرش ان هو ساعده او ما فكرش ان هو ممكن يكون محتاج الفلوس دي ووقف جنبه كده بدون مقابل، يعني ما كانش فيه اي مقابل بينهم وبين بعض. فجاره بعد ما عمل كده ايه قالك ايه، خلاص انا هخطط وافكر ان انا ايه اجي اخد باقي الفلوس اللي اداني نصها، تمام. فجي في يوم من الايام المطر برضو ايه زاد، فهو كان الراجل الكبير ده عنده ابن صغير، كان ابنه لسه صغير. فهو راح ايه قالك خلاص انا هطلع الابن بره، تمام، وهيعيط وامه هتسمع صراخه او سويته يعني، وايه وهتجري عليه بره، وانا ادخل اقتل الاب وايه واخد باقي الفلوس. ففعلا فكر في كده وخطط لكده، وفعلا كان اليوم ده امطار شديده، خرج فعلا الطفل بره في ايه في مزرعه بعيد عنه. فالام قاعده سمعت صوت ابنها بعيد، فاستغربت ان ازاي طفل صغير هيخرج او هيروح او هيمشي المسافه دي. فايه قعدت تقول لجوزها تعالى نطلع نجيبه، تعالى نطلع نجيبه، انا مستغربه حاسه ان في الامر شيء، ان دي حاجه غريبه ان ابني يخرج لوحده. فهو قال لها لا روحي خروجي انت هاتيه وانا قاعد هنا. قالت له لا انا مش مطمنه وقلبي مش مريحني، تعالوا نطلع ايه نجيب الطفل ده. فطلعت فعلا وخدت جوزها معاها، وفعلا مشوا في المزرعه لقوا الطفل ماشي مسافه طويله، والطفل ما كانش ان هو يقدر ان هو يمشي المسافه دي. فرجعوا خدوا الطفل ورجعوا لقوا ان المطر كله وقع البيت بتاعهم. فبعد كده راح ايه استغربوا ان هي ايه ان سبحان الله حصلت حاجه زي كده. فهي الام قالت ان الملائكه هي اللي خرجت ابنها علشان ينقذ الطفل ايه الصغير. فراحوا بيتوا في الليله دي بقى عند مين، عند جيرانهم الناس اللي جنبيهم وكده. فقال لك ايه تاني يوم لما الوضع يهدى شويه يروحوا يجيبوا حاجتهم اللي اتبقت او اللي موجوده او كده. فتاني يوم فعلا راحوا شافوا المفاجاه، شافوا الجار متوفي في المكان اللي البيت وقع فيه، وفي ايده الكيس اللي كان فيه الفلوس. فاستغربوا جدا، اللي هو يعني خيرا تعمل شرا تاكل. بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش ابدا ابدا حق حد بجد، وخصوصا لما تكون بتعمل خير بدون مقابل. يعني انا لما اعمل حاجه لحد بدون ما انا اكون منتظره منه المقابل بتكون عند ربنا كبيره جدا. وهو الشخص ده حفر حفره لاخيه وقع فيه طبعا يعني. وزي ما بيقولوا برضو يعني آه مش عارفه اقولها ازاي، بس اللي هو يعني انا دلوقتي شخص طمع اكتر بسبب ان هو يعني هو جه طلب مني المساعده، ما انا ممكن في ايدي ان انا ما اساعدوش، وممكن في ايدي ان انا ما يعني مش مجبوره ان انا اعمل حاجه زي كده، بس انا ساعدت وقدمت المساعده بدون ما اكون منتظره ان ممكن المساعده دي او الرد ده يترد لي في وقت من المكان. بس طبعا بيترد لي من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا لما بعمل خير زي كده ببقى مستنياه من ربنا، مش ببقى مستنياه من العبد ان هو هيعمل معايا كذا او هيعمل معايا كذا او انا هسوي كذا عشان يتعمل لي كذا. لا بالعكس، زي ما انا مثلا لما بساعد اي شخص كبير في السن يعني ست كبيره او راجل كبير، بقول ان انا بعمل كده عشان يترد لي في امي او في ابويا، ان هما يعني نلاقي اللي يقدر يساعدهم والاقي اللي يقدر يعني كده. مثلا انا بعمل برضو حاجه كويسه بفكر في كده ان ربنا يردها لي بعد كده في كبري، في ولادي اذا خلفت ان شاء الله او اتجوزت او مش عارفه ايه او كده، فاهميني. فهي القصه كانت يا رب تعجبكم، هي كانت قصه قصيره كده حبيت ان انا اقولها لكم، ويعني من حبه ان انا اسليكم شويه ونتسلى مع بعض. فانا بقى كنت عايزه اقول من القصه دي ان اي حد بيفكر انه يعمل خير ميتاخرش عنه ابدا. بالعكس، حتى لو الشخص اللي قصادك هيرد بيه حاجه مش حلوه او مش هتعجبني او مش هترضيني، بس بالعكس عند ربنا اهم بكتير. يا جماعه في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بجد المفروض ان احنا ما ننتظرش من العبد اي شيء بجد، لان الناس نفوسها بقت صعبه جدا. ربنا يعيننا ويعين الناس كلها عن الظروف اللي احنا عايشينها. بس بجد يعني بجد الناس بقت نفوسها مش كويسه. فعشان كده ان احنا لو هنبص للعبد نفسه مش هنعمل اي حاجه،
ومش هنقدم اي خير. تمام. فزي ما بقول لكم كده ان احنا لو هنبص للعبد مش هنعمل اي حاجه خير والله للناس، هنبقى كاننا بجد عايشين في مش في غابه بقى، هنبقى كاننا عايشين في حرب. فان احنا نكون احنا الاحسن ونقدم الخير دايما، حتى لو اللي قدامنا مش هيعمل. تمام. هيجي له وقت اكيد وهيعمل كده، ما هو مش معقول المعامله كويسه دايما معانا. يعني انا دلوقتي طول ما انا بتعامل مع شخص كويس مش معقول هيجي له وقت، اكيد هيجي له وقت يكون كويس معايا. هنا بقى تعالوا بقى نشوف ايه العدس الرائع بجد، الريحه تحفه. اتمنى ان انا ابعت لكم الريحه دي تاني. انا نفسي ابعت لكم الريحه اللي انا شاماها دلوقتي. هو لسه مستواش كده الخضار لسه، انا ايه مغطيه عليه وسايباه براحته. تمام. هنا بقى ظبطت له الملح بتاعه. تمام. وبدوق برده لما اشوف محتاج ملح ولا لا. ومعايا هنا مكعبين مرق برده احطهم. بسم الله. بس طبعا مرقه الدجاج بتدي نكهه جميله جدا. هنا بقى مع لما العدس يستوي والخضار يستوي هنحمر بقى ايه الشعريه دي. تمام. هنا بقى انا حطيت على الشعريه معلقه زيت على زبده. تمام. افضل بقى اقلب فيها كده لحد بقى ما تتحمر معايا زي الرز. هنا بقى حمرت الشعريه اهو، هنقلها بقى في طبق تاني. تمام. قبل ما اشوف العدس استوى ولا لا. هنا بقى العدس ايه استوى. بصوا انا بقى بجرب ايه، بجرب الجزر انه استوى معايا عشان هو اكتر واحد بيبقى بياخد سوا. تمام. اروح بقى اعمله بالهاند بلندر. كده ركبنا الهاند بلندر وهنعمل بقى. انا زمان كنت بعمله في الخلاط انا وماما يعني، بس طبعا الهاند بلندر دي سهلت علينا اختراع. شايفين بعد ما فرمته بصراحه الهاند بلندر دي اللي اخترعها والله العظيم ربنا يبارك له يعني، بتسهل علينا كتير جدا. بفرم الحاجه وهي في الحله يعني. هنا بقى زي ما قلت لكم ان لازم جنب العدس حبه بقى ايه بتنجان مخلل والكلام ده. وهنعمل بقى ايه بتنجان مخلل، بعمله اللي هو المدحرج ده، هوريكم الموضوع. تمام. طبعا البتنجان الاسود ده والقمر اللي هو المخبز. انا بقى بقطع ايه عشان البتنجان ده كبير، هقطعه نصين كده وبفتحه كده بس. تمام. اللي هو المقلي اللي هو المدحرج. بقى اطلع الطاسه ونقليه. هنا بقى بعد ما فرمناه سبته شويه على النار. تمام. هنزل بكميه الشعريه بس مش هحطها كلها عشان حاساها كتير. تمام. عشان بيتقل قوي يعني. كفايه قوي. هسيب بقى الشعريه تستوي فيه وارجع اكمل باقي. هنا بقى سخنت الزيت. تمام. هنزل بقى بالايه بالبتنجان يعني مسخنش قوي بس كمان. هنزل بقى بالبتنجان كله كده. هو حلو يا رب يطلع اللي هو المزبد ده. تمام. كده كفايه على قد الطاسه. هنا بقى اهو عملت العدس. تمام. هنا بقى بحمر البصلايه. بس البصل الاحمر ده عمالي عينيا والله. لا الابيض قصدي. اتعودنا على البصل الاحمر بس طبعا خلاص البصل الاحمر عدى فبقينا بنعمل بالبصل الاحمر. اهو البصلايه بقى قربت تتحمر معايا. هي في ناس بتعمل له طشه توم وفي ناس بتعمل له طشه بصل، معرفش بصراحه في ناس بتعملها ولا لا، بس انا بصراحه حبيته بالبصل جدا اكتر من التوم بكتير. تمام. اول ما البصله تاخد معايا لون كده اقول لكم على تركايه بتوديه في حته تالته خالص. بصوا بقى اهو كده بس دخل على التحمير. التركايه بقى اللي بعملها ايه، بحط معلقه صلصه. انا دي كنت مفرزاها في الفريزر. تمام. انزل بقى عليها عشان الكفايه. تمام. واعملها مع الايه مع البصله كده بقى ايه تسيح وتعمل معايا كده. وبعد كده هقول لكم هنعمل. انت ممكن تعملي الحركه دي لو عندك معلقه صلصه اللي هي المعلبه. تمام. على البصلايه بجد بجد بتديها يعني بتودي العدس في حته رابعه مش تالته بقى. انا هنا ما كانش عندي صلصه بس عندي صلصه مفرزاها في الفريزر. تمام. حطيت معلقه كده
هدوبها مع البصل ماشي، وهحطها طشه. فانا هسيبها بقى لحد ما ايه تتعمل. وتعالوا نعمل البتنجان. بصوا بقى انا عامله الدقه دي تمام، دقاها في الهون. انا جربت بصراحه ممكن تعمليها في الكبه، بس انا جربت ان انا اعملها في الكبه. يعني ما ادتنيش الطعم والنتيجه اللي حبيتها وانا بقيت تمام. هجيب بقى ايه الطبق بقى مع الحلو ده، نجيب البتنجان ونعمل برضه تمام. هعمل بقى كله بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها. صراحه الطريقه دي بحبها جدا في البتنجان، وخصوصا لو البتنجان اللي هو المزبت الطري ده. ماشي هعمل بقى الباقي كله كده. هنا بقى بعد ما العدس معايا استوى كل حاجه، انا بس هحطها بس ايه على النار تمام. دي بقى اللي قلت لكم عليها البصلايه بالصلصه، هنزل بقى بيها كده. اسيب بس حبه صغيرين للتقديم. بجد بجد التركايه دي مش هتخليكي كل يوم تعملي عدس، والله العظيم بجد رهيبه. وبتخلي العدس لونه احمر كده وجميل تمام. هروح بقى اجيب ايه طبق للتقديم عشان احط فيه. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ لونه احمر كده ورهيب. وبجد بجد الشكل على الطبيعه احلى مليون مره من الكاميرا. بجد الكاميرا ظلماه جدا. جبنا بقى البوله بتاعتنا دي، اكبر بوله عندي تمام. نحط بقى فيها كده بس ماشي. احط بقى وارجع اوريكم على التقديم. انا كده حطيت العدس. تعالوا بقى نحط بقى التركيه البسيطه دي. بحب التفنيش انا في الاخر، بدي الحاجه شكل احلى من الطريقه. شايفين شكل الاكل ده؟ شكل الاكل في الاخر ده البتنجان. بجد بجد يستاهل بقكم، والله العظيم تحفه. بحب البتنجان المخدد ده قوي لما بيكون مزبت كده. ودي بقى الطماطم مخلله لازم جنب البتنجان، والبصل الاخضر اللي مينفعش ان ايه ناكل العدس من غير بصل تمام. ودي العدس كان في بس شايفين جماله؟ لازم ادوق لكم واقول لكم رايي. بس بجد 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 وعن تجربه جربوا الطريقه دي، والله بجد مش هتبطلوا تعملوا عدس. تعالوا بقى نسمي الله وندوق. بسم الله. يا لهوي على الجمال بجد. تركايه الصلصه على البصل بتوديه في حته رابعه. تحفه تحفه تحفه. هدوق تاني عشان انا بحبه جدا بعشقه، مع ان النهارده الجو حر بس هي بقى جت كده. الجمال بالحلاوه دي بجد. النهارده فيديو في السريع، حبيت ان انا اعمل لكم طريقتي في العدس. انا مش شيف، بس انا بعمل طرق في البيت يعني زي اي حد. بحب ان انا اوريكم الوصفات اللي انا بعملها بطرقي، ولو حابين تجربوها بجد هتعجبكم قوي ومش هتندموا ان شاء الله لو جربتوها بالطريقه دي. بجد العدس خطير خطير خطير. انا ما كنتش بحبه الاول، بس لما بقيت اعمله بالطريقه دي بجد ياخد 10/10. مش عشان انا اللي عاملاه لا. عايزه بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وكومنتات كتير حلوه زيكم كده. باي باي مع ميار.